السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على بركة الله غادي نقدم لكم بقلاوة بالبيستاش أو بالفستق بطريقة سهلة وبطريقة مضمونة وناجحة إن شاء الله. غادي نحتاجو كاس من الفستق مهروش أو لا مطحون، لكن ما يكون مطحون ناعم، يكون شوية خشن. كنضيفو ليه نصف كاس من الشربات او كما نسميوه السيرو. كنخلطوا كل شيء مزيان وكنوضعوه في صينيه وكندخلوه الفران حراره 180 درجه لمده 5 دقائق. من بعد هاد الفستق كيصبح يعني مكرمل، وداك الشربات كتولي ملتصقه به والمذاق ديالو كيكون مزيان. غادي نحتاجو زبده مذابه، فستق مكرمل، اوراق الفيلو، قضيب خشب او معدن على حسب يعني الموجود. وإلا ما كان عندكم قضيب ممكن انكم تستعملوا قلم، يعني ممكن تستعملوا اي قلم يكون يعني رقيق، السمك ديالو ما يكونش غليظ. اول حاجه كنقوم بها كناخذ ورقه ديال الفيلو كندهنوها بالزبده المذابه. هنا الورقه طويتها على زوج. كنعمل الحشوه ديال الفستق في الحافه ديال الورقه كما موضح على الفيديو. في حالة ما كان عندكم فستق مالح ممكن انكم تعملوه في شوية ديال الماء، تعملوه في القليل من الماء، تغسلوه من بعد تدخلوه الفرن لحد ما ينشف مع التقلاب بطبيعة الحال او في مقلاة. من بعد عاد تعملوا عليه الشربات او لا العسل يكون مخفف. هنا عملنا يعني الحشوة على الحافة. كناخذوا القضيب وكنحطوه كما موضح لكم، وكنبداو كنلفوا الورقه. هنا الورقه مطويه على زوج، يعني كأنه انا عملت زوج ديال الورقات. ممكن انكم نتوما تعملوا ورقه واحده فقط، يعني كيبقى على حسب الذوق ديالكم. كنبدا كنلف الورقه حتى كنكمل الورقه كليا. نبدا نجمع الاطراف بهذا الشكل هذا باش يتكون عندي هادوك التجاعيد، لان اصلا هذه الشكل ديالها هو بهذا يعني كما موضح. كنحط في طاوه او صينيه مدهونه بالزبده. هنا راه ساهل انك تسحبي الورقه من القضيب، بس يعني طريقه سهله جدا انك تسحبيه وتدهنيها بالقليل من الزبده باش ما تنشفش، لان الورقه سهله انها تنشف، يعني من بعد ما تنشف غادي ترتق. هنا كناخذ ورقه كندهن بالزبده نصف ديال الورقه، كنطوي عاد كندهن مره ثانيه. كنعمل الحشوه في الحافه دائما. من بعد ناخذ القضيب اللي هو غيساعدني باش نلف الورقه ونساعدني باش نعمل الشكل ديال هاد النوع هذا ديال البقلاوه بنفس الطريقه. وكنمشي حتى كنكمل الورق اللي عندي كامل، وكنملي الصينيه ديالي بهذا الشكل هذا. ندهن الورقه ولا الفيلو، يعني هاد البقلاوه كندهنها بالزبده. كندخلها عفوا الفران حراره دائما 180 مده ديال تقريبا نص ساعه، يعني كل واحد والفرن ديالو لحد ما يعني تصبح ذهبيه اللون. بعد ما نخرجوها كنعملوا شربات، تكون الشربات بارده
وكنسقيو البقلاوه ديالنا. هنا بالنسبه لي بقى لي واحد شويه ديال الفستق، خلطته مع الشربات وسقيت به. كنخلو الشربات عفوا كنخلو البقلاوه تبرد ليله يعني كامله، يستحسن ليله كامله، ومن بعد ناكلوها وبصحة والراحة. كنتمنى ان هاد الفكرة تعجبكم وانكم تجربوها، كتجي لذيذة بزاف، وهي ممكن في رمضان وممكن في الاعياد، وسهلة وبسيطة. شكرا لكم وشكرا على متابعتكم.